محمد القرني لاعب نادي الهلال يغيب عن التدريبات اليوم بسبب حالة تسمم، نتمنى له الصحة والعافية ما يشوف شر. هذه مصادر لاين نيوز. أيضا مصادر لاين نيوز تؤكد الهلال يتقدم بعرض 2 مليون في السنة لمدة 3 سنوات للاعب شايع شراحيلي قابل للزيادة في حالة موافقة اللاعب. هذا موقع لاين نيوز في موضوع شايع شراحيلي. المعلومات اللي عندنا أن النصر مقدم له مليون في السنة لمدة 3 سنوات، يعني 3 مليون لمدة 3 سنوات. هذه مصادر لاين. أخيرا قبل ما نروح إلى تغاريد صح يا عبد المجيد؟ طيب في قضية الحقيقة صايرة اليوم في موضوع ألعاب القوى. الهلال صار يتجه للجار، يعني لأخذ مجموعة من اللاعبين. لا مو يتجه للجار، الهلال أعلنها رسمي. من حق أي الهلال أعلنها رسمي. أي لاعب يحتاج الفريق ونقدر نجيبه من حق أي نادي، بنجيبه. بس نقطة لافتة في تحول المنافسة يا أبو زياد. الهلال كان يقول انه ما في، يعني لعيبه الهلال هم اللي موجودين، وانه او على الاقل الطرح الاعلامي انه النصر ما في لعيبه يعني تستقطبهم الانديه ولا تطمح بوجودهم. الان لاحظ انه في قال هذه ان النصر لا كان في طرح ابو زياد في سنوات ماضيه، مصدر رسمي رئيس النادي يقول لا انا ما اتكلم، اقول طرح اعلامي كان موجود. فعلى الاقل الان في عمليه التوازن قراءه خاصه انه سعد الحارثي، عبد العزيز العازمي، الان شايع شراحيلي، في رغبه من الجار في استقطاب اسماء موجوده، معناته انه في على الاقل توازن في القوه. رد عليه بكلام قانوني. طيب في موضوع يتعلق ب